حدث ولا حرج. مش عايزين نتكلم اكتر من كده. وجود بعض الشخصيات من مجلس الشعب، وجود بعض الشخصيات الكبيره على محافظه الدقهليه دعم ومسانده كبيره جدا للنادي الاهلي لوصوله لبقائه في الدوري القسم الثالث. النهارده في البدايه نرحب بيك. برحب بحضرتك يا استاذ احمد، بس الاول في اول حديثي معلش اسمح لي ان انا اشكر القائمين على هذا الصرح في مركز شباب اجا اللي احنا في ضيافته النهارده. المكان اللي احنا موجودين فيه ده سواء الملعب او الملعب الخماسي، انا هنا من حوالي اكتر من 40 سنه بلعب هنا وانا عندي 10 سنين. طبعا المكان اتغير تغير كلي وجزئي. طبعا الحاجات ديت ما بتجيش الا نتيجه مجهود رجال مخلصه من ابناء اجا. طبعا بنشكر الكابتن عادل فتوح وقبل منه القائمين الله يرحمه الاستاذ سمير سليم، وتوالت الشخصيات اللي احتلت رئاسه مركز اجا الى ان وصل الاستاذ عادل فتوح اللي قام بمجهود وغير شكل الملعب والصرح اللي احنا فيه دلوقتي علشان نبقى في ضيافه افتتاح اكاديميه ان شاء الله مبشره بالخير. اهلا بحضرتك. شايف ايه النهارده؟ يعني الكل بيساند والكل بيتابع النهارده. اسلام النهارده يعني لاعب صغير ومدرب صغير السن، بس في دعم كبير جدا، كبير معنوي مرتفع كبير جدا من خلال الحاج محمد طيب وخلال بعض الاشخاص اللي موجوده. كلموني قال لك احنا لازم ندعم ولازم ندي ولازم نشوف المجهود الكبير جدا اللي موجود، ونصنع نجوم جديده تكون موجوده في انديه كبيره زي انديه الدوري المصري. اولا بعد اذن حضرتك عايز بس ابدا معاك من تاريخ قديم شويه، ان كان في اجا هنا اول دوره رمضانيه بتتعمل على مستوى كام محافظه الدقهليه والمحافظات المجاوره، وكانت اجا بتستضيف فرق من المنصوره ومن المحله ومن سمنود ومن شربين. كانت دوره كانت فعلا صرح كبير جدا. توالت الامور ثم اصبحنا الان مع الدعم ومع رجال اجا المخلصين ان احنا نقدر يبقى في اكاديميه بهذا الشكل تخدم، وان شاء الله باذن الله بعد فتره من الزمن قصيره هنشوف شأن كبير لأجا في مجال كرة القدم ومجال الرياضة بصفة عامة. لكن نتكلم على كرة القدم بما اننا في مجال كرة القدم النهارده بصفة خاصة، فان شاء الله الصرح اللي احنا شايفينه ده والعدد الهائل والمواهب اللي موجودة ديت والاهتمام والإخلاص، ان شاء الله هنشوف فريق في اجا واثنين وثلاثة. اجا مش اقل من فرق كتير لعبت دوري ممتاز، وان شاء الله باذن الله مع الوقت هيكون لها حظ. وعلى فكره اجا بتصدر لعيبه للمحله وبلديه المحله وطنطا والمنصوره، كانوا بيجوا ياخدوا لعيبه من اجا يعني. فان شاء الله ابناء اجا يبقى خيرهم لاجا، وان شاء الله نشوف اجا. كل المطلوب شويه دعم من ابناء مركز اجا لاجا وفريق اجا، هنشوف اجا حاجه تانية ان شاء الله باذن الله. انا مش بتكلم الكلام ده من فراغ، لا، النهارده الكوره بقت مصاريف واستثمار. عايز ادعم فريق اجا علشان اشوف نتيجه وبعد كده احاسب القائمين، فلازم كلنا نقف ورا اجا وجهاز الفني الاجا وفرقه اجا ولاعيبه اجا بكل الدعم والمسانده الماديه المعنويه وبالتشجيع كمان. وان شاء الله باذن الله نشوف اجا في صوره احسن من كده وكتير. شكرا لك. شكرا يا فندم.